السلام عليكم. لسه مكملين مع منهج كونكت الوحدة الخامسة. هنحل الكلمات بتاعة الدرس الخامس والسادس. أول question وهو السؤال اللي فيه تكست نص، وهناخد من البوكس اللي فيه الكلمات ونحط مكان النقط دي. رأس السؤال بيقول read and complete the text with words from the box. أول كلمة عندي better يعني أفضل. animals حيوانات. sick يعني إيه؟ مريض. operation عملية جراحية. biography سيرة ذاتية. هنا بيقول my name's ريم، اسمي بيكون ريم. I am a vet أنا طبيبة بيطرية. I work with بشتغل مع إيه؟ بعمل مع طبعا animals. ماشي، يبقى دي هتكون number 1. and I love my job وبحب الوظيفة بتاعتي. if animals are لو الحيوان بيكون or injured بيكون ايه أو عنده جرح. I help to make them بساعد ان انا بخليهم ايه طبعا افضل او يتحسن better. يبقى هنا هتكون ايه لو الحيوان sick، وهنا هيكون ايه better. Some days بعض الأيام I work inside and people bring their animals to me. أنا ببقى داخل المكان والحيوانات الناس بتجيب لي الحيوانات علشان أكشف عليها. If an animal needs لو الحيوان محتاج إيه the room has to be very clean. لازم إيه تكون الأوضة نظيفة جدا. يبقى لو محتاج operation عملية جراحية. خلاص كده أول سؤال خلص. نشوف الquestion number 2. هنا بيقول read and match، هنقرا ونوصل. number 1 بيقول think about traveling، فكر في السفر إيه. نشوف كل الاختيارات الموجودة. problems مشاكل. I am playing football بلعب كرة قدم. kitchen at home المطبخ في البيت. letter D بيقول long distances يعني إيه مسافات طويلة. ممكن دي اللي تنفع، بس نقرا الاختيارات كلها علشان لما نيجي نحل الأسئلة اللي تحت يكون سهل علينا إيه نوصل. teamwork فريق عمل جماعي. in barns في الحظيرة. خلاص. number 1 بيقول لي فكر في السفر إيه طبعا في السفر مسافات طويلة، يبقى دي number 1. number 2 it can be very dirty ممكن يكون الحاجة دي قذرة. ماشي، فين ممكن تكون الحاجة متسخة أو قذرة فين in barns في الحظيرة. number 3 I love solving أنا بحب solving a problems مشاكل، حل المشاكل. number 4 I work in a team بشتغل في team when لما إيه طبعا لما أو عندما ألعب كرة قدم، يبقى دي number 4. number 5 I help mom in the بساعد ماما فين in the kitchen at home، يبقى دي number 5. خلاص السؤال التاني خلص. نشوف number 3. هنا بيقول reorder the words to make correct sentences، يعني رتب الجمل عشان نعمل جمل صحيحة. علشان بس أنا مش عارفة أكتب فأنا هرقم على طول، بس إحنا في الامتحان بنكتب الجملة كاملة، ولو عايزين نرقم برضو في نفس الوقت نرقم. هنا بيقول لي ابدأ بذ aim. aim يعني هدف، وبيقول لي الهدف، وعندي كرة قدم ونفوذ والفريق ويكون. الصح هنكون ايه هنبدأ بالفاعل الهدف. هدف بتاع مين؟ هدف كرة القدم ولا فريق كرة القدم؟ لا، هدف فريق كرة القدم هو بنكون أن يفوز يعني أو يكون أن نفوز، يبقى the aim of هدف ايه the football كرة القدم ولا فريق كرة القدم؟ لا، فريق كرة القدم، يبقى الصح the aim of the football team. تاني the aim of the football team is يكون to win، يبقى تاني the aim of the football team is to win ان احنا نفوز. number 2 at good و I am و new friends و making. I am يعني الفاعل هنا I وفي apostrophe M اللي هي am. لو في am يبقى فعل في ing أو إيه صفة. أنا أكون making new friends أصنع إيه أصدقاء أو أكون أصدقاء، وجود مش هينفع، يبقى الصح نجيب بقى الصفة المرة دي، يبقى I am good أنا شاطر أو جيد في good at. اسمها good at شاطر في إيه في حاجة بعملها. making at بتحب الاسم أو ing، هنا ing الفعل أو إيه في ing أو الجيرند، يبقى الصح هنا إيه أنا شاطر في تكوين أصدقاء أو صداقات ولا أصدقاء جديدة صداقات جديدة، يبقى نوصف الأصدقاء أو الصداقات إن هي جديدة الأول، يبقى new الأول بعد كده إيه friends، يبقى الصح إيه I am good at making new friends. number 3 بيقول لي ابدأ بآي أنا.
هنا ايه عندي إيه أنا want وأكون وbiologist. أنا want أنا أريد أن want to. أريد أن إيه be to بتحب المصدر. أريد أن أكون حاجة واحدة أنا أكون a biologist يعني رجل أو عالم أحياء. ماشي. number 4 scientist أو scientist would to be like. طبعا would هنا هنبدأ بالفعل المساعد معناه هل. بعد كده بنبدأ بالفاعل يبقى would you الفعل المساعد والفاعل. الفاعل بيعمل فعل. would you بتعمل تحب. هل أنت بتحب أن تكون. would you like to be a scientist. خلاص. نمبر 5 بيقول لي ابدأ هي يعني الفاعل. أسهل حاجة الجملة اللي بالفاعل. ليه بنبدأ بالفاعل بعد كده المين فيرب الفعل الأساسي أو الفعل الموجود. هو فين الفعل اللي هنا عندي works هو يعمل. يعمل بقى هنا وأوت يبقى مش يعمل بقى يستخرج. المصطلح على بعضه كده يبقى يستخرج أو يستنبط works out. he works out بيستخرج حلول ولا أفضل الحلول. أفضل يبقى the best solutions. هو بيستخرج أفضل الحلول. نشوف الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده هو عبارة عن تكست وعليه أسئلة. نقرا التكست مع بعض. Hello I am أحمد. أنا اسمي أحمد. When I was young عندما كنت صغير I knew أنا عرفت I didn't want to work with animals. عرفت إن أنا ما كنتش بحب أتعامل مع الأنيمالز. They scare me هما بيخوفوني يعني. I am not keen on being outside أنا مش بحب أشتغل برا. So I wanted an office job بحب أعمل في الوظيفة المكتبية أو يعني اشتغل على مكتب. When I was young لما كنت صغير وعندما كنت صغير I loved playing computer games كنت بحب ألعاب الكمبيوتر. I also really enjoy solving problems بستمتع بحل المشاكل. So in my job في وظيفتي I do both أنا بعمل الاتنين مع بعض. I also enjoy working with other people بستمتع بالعمل مع الناس الآخرين. There are 16 people in my team في الفريق بتاعي فيه 16 من الناس. We don't always agree مش كل الوقت أو مش دايما متفقين but we work out the best solutions ولكن إحنا كلنا بنستخرج أفضل الحلول. نشوف الكويستشنز الأسئلة. أحمد didn't want to work with أحمد ما بيحبش يعمل مع وعندي فوق نفس الجملة ما بيحبش يعمل مع الحيوانات يبقى الصح animals. number 2 أحمد loved playing أحمد بيحب games when he was young طبعا ألعاب الكمبيوتر. number 3 أحمد works in أحمد بيشتغل في in a team في فريق. السؤالين اللي بعد كده بأداة استفهام ونركز فيهم كويس علشان لو ترجمت السؤال غلط طبعا الإجابة هتكون غلط. What does underlined pronoun they refer. هنا بيقول لي الضمير they نشوف كده في القطعة refer to بيشير لإيه. أما يجي لي ضمير نشوف الجملة اللي قبلها أو قبل اللي قبلها إزاي. عندي هنا هم بيخوفوني هم مين. نشوف الكلام على مين اللي في الجملة اللي قبلها. When I was young لما كنت صغير I knew أنا عرفت I didn't want to work with animals ما بحبش أشتغل مع الحيوانات. هم scare me بيخوفوني يبقى كان بيتكلم عن مين عن عن animals يبقى هكتب له هنا animals الحيوانات. number 5 what do أحمد and his team do. أحمد وفريقه بيعملوا هلاقي هنا ان هو كاتب لي ان بيتكلم احمد بيتكلم عن عن نفسه والتيم ورك بتاعه بيقول we work out the best solutions احنا بنستخرج افضل الحلول. طيب ممكن نقول كمان جملة كمان بيحلوا مشاكل يبقى هو they solve problems يبقى هنقول they work out the best solutions الجملة دي واقول and solve problems وبيحلوا المشاكل. خلاص. نشوف السؤال اللي بعد كده سؤال choose وده ملوش دعوة بالنص. number 1 بيقول لي I am playing in a team بيلعب في team طبعا مفيش هنا غير فوتبول اللي بتتلعب في team في فريق. number 2 I enjoy بستمتع الصداقات أو الأصدقاء طبعا تكوين making new friends. number 3 it's to think about working in a team it's bad ولا scare ولا important ولا wrong طبعا من المهم إن احنا نفكر في العمل في فريق عمل جماعي. number 4 a vet helps الطبيب البيطري helps بيساعد الحيوان to get better بيساعد الحيوان اللي طبعا الحيوان المريض يبقى sick animals.
عندي اللي بعد السؤال اللي بعد كده وهو سؤال dictation تسميع أو إملا. هنا receptionist اللي هو مين؟ موظف الاستقبال. ecosystem النظام البيئي. non-living things الأشياء غير حية أو الكائنات غير الحية. seaweed الأعشاب البحرية. tourism السياحة. هنا بيقول لي بقى أكتب بالإنجلش. عندي مين هي الحفلة الموسيقية؟ الكونسرت. طنين بازنج تاجر تريدر. عملية جراحية operation. صحفي جورناليست. خلاص. بعد كده أسئلة اختيار زي إيه؟ نمبر 1 بيقول لي living ولا non-living is something that is alive. مين الشيء اللي بيكون حي على قيد الحياة؟ طبعا الايه living things أو living. This animal is sick الحيوان ده بيكون مريض so it needs بيحتاج ايه؟ طبعا عملية جراحية. I work in بشتغل في ايه لما عندما I play football لما بلعب في ايه كرة قدم طبعا ايه بعمل في فريق. هنا أسئلة اختيار وده على must و mustn't ودي قابلتنا في الدرس الثالث في الوحدة الخامسة. must حاجة إلزامية وبتحب المصدر. لو حاجة إلزامية لازم أعملها بقول must. لو حاجة مش لازم أعملها خالص هقول mustn't. نمبر 1 بيقول you tidy up your room. حجرتك هتعمل فيها ايه؟ هترتبها. هقول must ولا mustn't؟ طبعا لازم رتبها. نمبر 2 you mustn't too loud to music. انت ايه بالموسيقى العالية المفروض ايه ما نستمعلهاش. طيب هو جايب لي mustn't في كل الحالات must او mustn't بتحب المصدر. he always هو دايما hard for his exams للامتحانات بتاعته. he always هو دايما. طبعا طالما هي الفاعل يبقى عندي الايه الفعل في المضارع البسيط بياخد اس او اي اس او اي اس. طالما الفاعل هي او شي او ات او اي فاعل مفرد بياخد اس في الفعل في الايه في المضارع البسيط. اخر question معانا وهو ايه بيقول لي الحاجات living things هنكتبها هنا non living things هنكتبها هنا. عند الانسكتس هتكون ايه الحشرات طبعا living. الروكس هتبقى non living. seaweed الأعشاب والنباتات طبعا هتكون living. التري هتكون ايه نبات يبقى living كائن حي. water مش كائن حي. الكراب إيه طبعا الكابوريا أو اللي هو الحيوان السلطعون فهيكون طبعا كائن حي. خلاص هنكتبهم طبعا هنا وإن هم الغير حي هنكتبهم هنا. يا رب تكونوا استفدتوا كده نكون الدرس النهاردة خلص. مع السلامة.